ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ هنعمل كفته حاتي حلوه جدا وسهله، حاجه مشويه. هعمل ايه؟ انا محضره بصله بشراها وعصراها على اللحمه، اللحمه المفرومه عليها يعني قطعه كده من الدوش، حاجه اسمها الدوش. دي ما بتسحش في الشوي بتاع الكفته، الدوش ده ما بيسحش. تجيبيه ويحط عليها ايه كمان؟ بقدونس. تجيبيها من عند الجزار، تقولي له دوش مش من اللي بيسيح، يعني حاجه مش فيها دهن، لا ده دوش بيلمع الكفته. خلاص نزلنا بالبصل والبقدونس. هنا بقى ايه؟ ميه البصل هحط عليها طماطم مبشوره عشان اصبع بيها الكفته اهو. خليها كده. اجيب هنا ملح وفلفل اسود، ده فلفل اسود اهو. احط حبه حلوين كده، واحط الملح. وبعدين بقى الكفته كامل اخليها بص كده، مش قادره اقولك، ناعمه جدا وتطلع انسجه. ده نجاح الكفته. انا هعجنها كلها وارجع لك نشوف هنكملها ازاي. كده انا عجنت الكفته كويس جدا، اخليها كده تبان فيها الانسجه بالتوابل بتاعتها بالبصل بكله. واجيب اسياخ خشب اهو، وابدا اصبع عليها الكفته بالطماطم والبصل او بميه البصل. اجيب من الطبق اللي فيه الطماطم وميه البصل اهو يا جماعه عشان تبقوا شايفين اهو. بالشكل ده هصبعهم كلهم ونرجع تاني مع بعض. كده انا صبعتها كلها في الاسياخ، ولما اجي اشويها انا هشويها على البوتاجاز من فوق، اوريها لحضراتكم. هعمل النهارده معاكم رز بسمتي. الرز ده طريقته حلوه جدا، هتنفعكم في المشاوي في العزومات. عامله كفته مشويه، عامله فراخ مشويه، عامله عرق تربيانكو لحمه بارده، صدور رومي روستو، ينفع مع الرز ده. انا حطيت معلقه سمنه وعليها معلقه زيت. هنزل بايه؟ هنزل باللومي ده، الليمونه دي، معاها عود قرفه اهو. معاها ايه؟ كام ورقه كده لورا، وثلاث فصوص قرنفل اهو. واقلب الكلام ده. عايزه بقى تعمليه بشوربه اللي انت عاوزاه، ميه براحتك. انا عامله الرز البسمتي يا جماعه، ما نقعتهوش، غسلته بس. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايه وربع ميه، من كوبايه لكوبايه وربع، ما تكتريش مش كوبايتين. هعمل ايه معاكم؟ هعمل معاكم رز حلو قوي بسمتي، ينفع معاكي للعزومات، للمشاوي، بكفته مشويه، لحمه مشويه، رومي روستو، صدور، عرق فليتو. انا حطيت ايه؟ معلقه سمنه ومعلقه زيت، وحطيت لومي واحده، الليمون الناشف ده، وعود قرفه، وورق لورا شويه كده، وثلاث وحدات، اسمه ايه؟ قرنفل. 3 وحدات قرنفل. هجيب كمان 3 حبايات حبهان او حبهان بودر، ونقلب كده عشان الريحه. نغست انا اللومي ده، نغستها علشان ايه؟ تطلع الريحه بتاعتها. اعمل كده، الريحه طالعه تحفه. احط معاكم الحبهان. انا هحط حبهان بودر شويه كده صغيرين
قد الثلاث حبايات. انا عامله 3 كوبايات رز، هحط 4 كوبايات شوربه. حطيت الشوربه هنا اهو على النار، غسله الرز ومصفياه، تغلي الميه واحط الرز. هعمل ايه؟ هحط ايه؟ اجيب بقى معلقه، هنزل بالرز اهو. اجيب معلقه وانزل. ده كركم، ده كاري، معلقه بودره الزعفران اهي، شويه صغيره فلفل اسود بس كده، واقلب. طبعا ايه لما نيجي نغرفه ونشيل كل الحاجات اللي انا حطاها اللي هي المنكهات دي، عشان ما تجيش يعني واحنا بناكل تيجي بتبقى طعمها مش حلو. وطبعا انا هحط الملح واسيبه على النار، بعدين نرجع مع بعض ونشوف الرز. طبعا الرز بيتشرب، محضره لوز مقشراه، ومحضره زبيب، وقطعه سمنه على النار في الطاسه، واحمرهم علشان احطهم على الرز. تمام كده. انا حطيت الجريل وبشوي الكفته على النار من فوق. انت كده عملتها معاكم، بس عملتها في الفرن، حته حلوه جدا. نحاول نقلبها كده من كل الجهات. هكمل شويها كلها ونرجع نقدمها مع بعض. عملنا مع بعض يا جماعه النهارده الرز البسمتي التحفه ده اللي تعتمديه في كل المشويات بتاعتك، وبالذات في شهر رمضان. عملنا الكفته الحاتي، عملناها على الجريل من فوق، عامله سلطه الطحينه، وفي سلطه خضراء وشوربه وكركديه وعصير برتقال. صوما مقبولا وافطارا شهيا. كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله القاكم في فيديو جديد، وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير.